السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد بالقناه، وهذا الفيديو حيكون عن سلسله الاختراعات مثل ما قلت لكم بالفيديو اللي راح. وراح اسوي لكم اليوم اختراع او فخ الدايموند مثل ما قريتوا بالعنوان. فهسه هذا هنا عندي تجربه، هنا انا خليت دايموند، وهذا الدايموند اول ما اخذه حينفجر المكان. فهسه انا ما راح اخذ هذا الدايموند، انا ما اريد افجر المنطقه هاي، فحروح شوي وانا مسافه، يعني خلينا نفترض هنا، يلا هنا مكان زين للتفجير. فهسه هنا راح اسوي الاختراع يعني من جديد وافجر لكم اياه بهذا المنطقه. فراح تاخذون اي بلوكه تريدون، بشرط لازم انه البلوكه اللي حتاخذوها بها يعني هنا نص بلوكه، مثل الخشب هذا يعني اكو هنا الى نص بلوكه هياته، والكوارتز هم اكو الى نص بلوكه، يعني اكو هواي اشياء. فانا هسه هاخذ هاي البلوكه كلها لان اكو لها نص بلوكه هياته. والاشياء اللي تحتاجوها اكيد اول شيء تحتاجون تي ان تي، وتحتاجون ريدستون، وتحتاجون ريدستون تورش، وتحتاجون ريدستون ريبيتر، ريدستون كمبريتر، وهيك نكون اخذنا كل الاشياء المطلوبه. وهسه تاخذون اي تشيست، عندكم خيارين بين هذا التشيست وعندكم هذا التشيست. طبعا اذا انت تقول شنو الفرق بيناتهم، هذا التشيست الريدستون وهذا التشيست الطبيعي. التشيست الريدستون تحتاج وياه من هاي حتى تصنعه، ويا التشيست الطبيعي، بحيث لا تستخدم هذا التشيست. هاي نصيحه يعني مني، اللي اذا كنت صديقك اللي قاعد تسوي بيه الفخ هذا، راح يكشفك بسرعه اذا كان هو عنده خبره بالريدستون، لان راح يكشفك من خلال يم القفل مال الصندوق اكو لون احمر. طبعا هذا هو الفرق الوحيد اللي يخلي صديقك يكشفك بانه هذا فخ، بحيث انت لا تستخدم الصندوق الطبيعي اللي هو هذا اللي ماكو يمه احمر اللي ينصنع من الخشب بس. فاول شيء تحطون الصندوق يعني طبيعي، وتحطون يمه هيك بلوكات، وتسوون نفق مثل ما انا سويت هناك على هذا الشكل، بحيث راح يكون يعني على شكل نفق مثل انا قاعد اسوي. خل اكمله. فيكون على هذا الشكل النفق فرق ثلاث بلوكات، يعني انتم بكيفكم تريدوا تسووا نفق، ما تريدون تسووا نفق، يعني هو الخيار يرجع لكم. تجون تخلون هنا ريدستون كمبريتر، وتحطون هنا ريدستون ريبيتر، وهنا تحطون ريدستون، وتحفرون هنا شوي وهنا يعني تحت الارض، وتحطون هنا ريدستون وريدستون، وتحطون هنا همين ريدستون تورش. طبعا ريدستون تورش قدامكم مفتوحه. فهسه راح نسدها باول ما نحط هنا شنو اسمه اي فشي تريدون، حتى تحطون عوض، بس احسن شيء تحطون الدايموند او الامرالد. طبعا تقدرون تحطون ستاك كامل، بس وحده احسن. فاول ما حطيتها اشتغل الريدستون كله، بحيث هنا الريدستون تورش انطفى، ومن راح ينطفي الريدستون تورش راح يكون الشغل اشتغل. فاول ما راح ناخذ هاي الريدستون تورش حتنفتح، وتي ان تي اللي قريب منها حينفجر. بحيث احنا هسه حنحط التي ان تي. طبعا التي ان تي ما تحطه يعني على شكل مساحه اكبر، بس قبل ما احطه خليني اشرب نايت فيجن عم يصير رؤيه اوضح، بحيث خلي اشرب النايت فيجن. اوكي حطيت صندوق بدون ما له داعي. هسه راح اجي هنا أنا احفر، بس اول شيء احط هاي. اوكي هسه خليني احفر هنا. طبعا هنا حيكون نفق كله تي ان تي. النصيحه اللي تفيدك بهاي المرحله، حط تي ان تي بمكان اكبر واكبر واكبر، على مود يعني اذا على مود صديقك اذا سمع صوت التي ان تي، اذا قرر يشرد يعني او عرف يعني انه هذا فاخ وراد يشرد، ما يلحق يشرد، لان النفق يعني انت حتحطه على شكل النفق، بحيث هو قاعد يشرد بالنفق ما راح يلحق وحينفجر. او تقدر تحط المنطقه اكبر واكبر، يعني تمليها كلها تي ان تي، بحيث بذيك اللحظه ما راح يقدر يشرد، وين ما راح حينفجر. وتقدر تسوي هيك وتخلي تي ان تي يوصل للبيته، بحيث حينفجر بيته وهيك يندم، وبعد ابد ما ياخذ منك الدايموند. طبعا صارت وياي هواي حالات ياخذون اصدقائي اللي وياي بالسيرفر، باي سيرفر العب بيه، الدايموند مالي، بحيث قررت اسوي لهم فخ. وحدث ما سويت وياهم اي فخ، لان جيت بعدني ما مقرر اسوي قناه حتى او اي شيء حتى من هذا القبيل. فهسه اللي عليك تسويه هنا، تحط هنا وحده، وهنا اياك تحط هنا وحده فوقها. هي عادي تحط، بس هنا هاي لا تحط وحده فوقها. فانا حفلشها واجي احط هنا، وراح ارسل هيك طايره، واحط هنا وحده وهنا، ويعني هنا هم يعني اوكي انا سويت غلط، بس همزين ما اثر هواي. اوكي والله ما اثر، همزين والله عبالي حينفجر كل شيء. خلي اقول لكم الحقيقه، خلي اصير صريح وياكم. سويت فيديو وكملت الشرح كله، وبالنهايه سويت غلط بسيط كلش بسيط، وانفجر كل شيء، واضطريت اعيد التصوير. بحيث هسه انا قاعده اعيدها المره الثانيه، بحيث انفجرت المنطقه وما ادري شنو. المهم بس خليني اراويكم. طبعا هسه هنا راح يكون الفخ مبين، لهسه جبنا نص بلوكه ثانيه يعني نقدر نحطه هنا، بحيث هيك حيكون ما مبين، وحنقدر نفتح الصندوق ونسده يعني. وبهاي الطريقه
حنقدر يعني نكمل كل شيء. وعندكم طريقة ثانية تقدرون تسدون بها يعني هاي الريدستون، او لا الريدستون عادي يبقى، بس اقصد الطريقة الثانية هي انه تجيبون صندوق الريدستون هذا وتحطوه، او خل احذف كل شيء هنا وخل اجيب الريدستون او الصندوق الطبيعي مو الطبيعي، هذا اللي تحتاج من عنده هاي حتى الصنعة، يعني هذا الصندوق الريدستوني باختصار. فتاخذون ويا ريدستون. طبعا الصندوق الريدستوني اول ما تفتحه حيطلع هنا ريدستون، بحيث هذا حينفتح، بس طبعا الريدستون حيكون خفيف كلش، بحيث تاخذون ريدستون ريبيتر وتحطوه هنا ورا، بحيث هسه هنا شغل ريدستون. فهنا تقدرون تحطون تي ان تي وتزرعون تي ان تي هوايه يمه، وبذيك الحاله حينفجر هذا. بس طبعا هاي الطريقه هوايه يوتيوبر مسويها، بس نصيحتي لا تسويها، لان اذا حتسويها حيكشفوك اصدقائك رستان من القبق او من يعني الشكل مع الصندوق اللي بيه احمر. بحيث احنا خلينا نسوي تجربه لهذا. اول شيء لازم نفعل التي ان تي منه، يعني نحط عليه صح، ونقدر هسه نجرب. وهسه راح افتحها، واول ما فتحته ما راح يصير فشي، بس اذا استخدمت ذاك الصندوق سويت ذيك الطريقه الثانيه، اول ما تفتح الصندوق يعني حينفجر، مو الا تحط بيه فشي. اما فهسه ما راح ينفجر الا اذا اخذ هاي، فاذا اخذته حينفجر. شوفوا باعوا طلع صوت تي ان تي. مثل ما قلت لكم هو حيبقى يركض بالنفق، فانتم تفخخون النفق كله من جوه بحيث ما يقدر يشرد. فخلوا النفق طويل عمود لا يلحق يشرد، ويعني ياخذ التي ان تي مالتكم. وفجرنا دايموند اخذها هو، اذا كان كرييتيف طبعا ما راح يموت، فاذا كان هو سرفايفر راح يموت طبعا بهذا الانفجار. ومثل ما قلت لكم انا سويته طبعا هذا وانفجر وما ادري شنو، قلت لكم سويت فيديو قبله وانفجر، وسويت غلط وانفجر. هنا انا سويت هالسالفه وكش انفجار، وهسه حعدلها، يعني اقعد اسدها بالديارت واسد هناك عندنا كم حفره، اي هذيك هناك هم عندنا حفره راح اسدها بحيث يساعدنا شغلتين مسدوده. ويعني كملنا هسه الفيديوهات مالت اليوم، باكر حنزل لكم اذا صوتوا على سلسله الاختراعات راح اسوي لكم هذا الاختراع. طبعا هذا الاختراع سويته اول البارحه تقريبا، وتستخدمون به هاي، ويعني حيصير يعني يطير باختصار. ما اعرف شلون سويته الصراحه، ارجع ادرسه واصور لكم عليه فيديو. اي باعوه هيك حيبدي يصعد، بس يصير به شوي ونلاق بحيث ما تقدرون تشوفونه هو ويصعد. فانا خليت هنا مكان للوقوف، وطبعا مرات تصير لاق. وسويت سياره ثانيه وينها ما ادري، اوكي ما عندها ما فيها، قاعده تمشي وتركتها. فاذا كنتوا تريدون اسوي لكم من هاي الاختراعات مال سلايم اللي يصعد لي فوق واللي يمشي قدام والورا واللي يروح من يمين واللي يسار، وصلوا هذا المقطع 20 لايك، وبذاك الوقت راح افكر اسوي لكم. واذا كنت حنزل لكم فباكر حنزل لكم. وشكرا لمشاهده الفيديو، لا تنسى تدعمني بلايك واشتراك، ولا تنسى تنشر القناه لاصدقائك، وانتظروني بمقطع جديد، ومع السلامه.